السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تابع بقى معانا تفريزات رمضان كده. هقول لكم على طريقة حلوة قوي لتخزين البرتقال وسهلة ان شاء الله تعجبكم. وطبعا البرتقال رخيص الايام دي والجزر. انا كده جبت الجزر وقطعته اهو. دول حوالي 2 كيلو ونص جزر حطيتهم على النار، ودول 6 كيلو برتقال غسلتهم كويس قوي ونشفتهم. هنضيف بقى على الجزر كده مية لحد ما تغطيه، وانا هحط عليه كيلو سكر بحاله. وطبعا هنشغل عليه النار بقى لحد ما يستوي خالص ويتهري، ونعصر عليه ليمونه واحده على الكميه ديت. معانا بقى عصاره البرتقال اليدويه اهي. تعصري بقى كميه البرتقال كلها لحد ما تخلصيها زي ما انتوا شايفين كده. وانا كمان صفيتها بالمصفى الناعمه خالص. وهو الجزر اهو استوى معانا، بصوا واتهرى. هنضرب بقى الجزر في الخلاط او الهاند بلندر، اي حاجه الموجوده عندك، لحد ما ينعم كده. بعدين بقى هنضيف عليه البرتقال، هنضربه برضو تاني. بعدين بقى ايه، لحد ما ينعم كده ويبقى مخلوط في بعضه كده كله اهو بالكمية دي. ما شاء الله بصوا كمية كبيرة، بصوا بيور ازاي وتقيل. انا بقى هخزنه كده في ازايز صغيرة بتاعة المية، مش في اكياس يعني ولا حاجة. انت طبعا براحتك على حسب رغبتك. وهو عملت حبة في الخلاط زودته مية. بصوا ما شاء الله لونه جميل وشكله جميل ومفيد جدا. جربي بقى الوصفة ان شاء الله مش هتندمي. طلعيه بقى كده من الفريزر من بدري وتحطيه في الخلاط وتزوديه ميه، والسكر بتاعه كده مظبوط قوي ما شاء الله. وبألف هنا والشفا يا رب على قلوبكم. بعود الايام عليكم يا رب. كل رمضان وانتم طيبين. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب لو لسه ما اشتركتيش في قناتي. بصوا ما شاء الله عملت لي كميه كبيره جدا. بصوا خزنته كله في ازايز. بألف هنا والشفا يا رب على قلوبكم، ومع السلامة.